النهارده هنتعلم ازاي نجمع وحدة ادراج من خامة ال HBL بدون ولا مسمار، زائد كمان هنتعلم ازاي نركب مجرة الدرج العادية. بالنسبة لهوي النجارة دي معضلة كبيرة، بالذات تركيب مجرة الدرج. النهارده لازم هتتعلم كل فتحة فيها لازمتها ايه، مش اي حاجة كده والسلام. فلو اول مرة تشوفنا يا معلم فايه حط لنا لايك، يلا ما تنساش الاشتراك علشان ما يفوتكش اللي جاي جديد ان شاء الله. ازيكم يا معلمين؟ اول حاجه بنعملها بعد ما بنقطع الشغل ويتلزق شريط بنفحر الدهور، زي دهور العلب، دهور الشغل، ايا كانت الدهور اللي هتكون موجوده معاها. انا هفحر ظهر العلبه وبعد كده هدخل على الادراج وهستخدم فيهم اللوطه. بالنسبه للقرصه زي ما انت شايف كده الحفر فيها ما طلعش للاخر لان هي حرفها ظاهر، فما ينفعش الحفر يطلع للاخر. خلصنا منها ندخل على اجناب الادراج. زي ما انتم شايفين ده الوش الداخلي بتاع الدرج، بيكون اقل من الجنب ب 3 سم 4 سم على حسب ما انت عايز يعني. افحرهم برضو واجهز الشغل كله على التجميع. زي ما قلت لكم الشغل ده بيتكتب مقاساته وبيتقطع وبيتلزق شريط، فانا كل ده مجهزه قبل كده. بعد ما فحرنا الشغل وخلصنا نبدأ ان احنا نجمع الشغل، وهستخدم طقم التجميع الاصفر ده. هو كده كده مش هيكون باين فمش فارق معايا شكله بصراحة. طبعا اي طقم تجميع ما ينفعش انك تتبعه للاخر، لازم تسيب من 2 ل 3 مللي علشان الطقم يشد نفسه. طب هو احنا ليه ما ركبناش الطقم عكس زي كده؟ الطقم الاتجاه بيشد منه، فعلى حسب ما احنا عايزين الحاجة تتشد ازاي بنركب اتجاه الطقم عليه. ده راكب كده علشان خاطر القرصة بتركب فوق فبتشد لتحت. بالنسبة للقرصة اللي تحت هتكون بالعكس علشان يشد الجنب عليه. يبقى انا اجيب القاعدة اللي هتكون بين الجنبين وابدأ ان انا اركب لهم الطقم. خلصنا تركيبة التجميع، هنبدأ ان احنا نعلم القرصة اللي تحت اخرها فين. فهنجيب اللوشاش بتاعة الادراج وناخد اجمالي عدد اللوشاش. انا عندي 3 فهاخد المقاس ده اللي هو 24.5 وهضربه في 3، وبعد كده احط القاعدة بتاعتي. هفتح المقاس بالمتر على الجنب وبأي حتة عادي لو هشد خط عشان خاطر احط عليه الجنب. بالطريقة دي يبقى احنا كده خلينا الطقم تحت ماهوش باين، وفي نفس الوقت العلبة بتاعتنا من جوه شكلها حلو ونضيف. ونشد ال3 مللي بتوعنا اللي احنا سيبناهم في الاول عن طريق المسمار بتاع الطقم. كده احنا بنربط في القرصة اللي فوق. هتاخد بالك ان القرصة ظاهرة قيمة وش الدرج، ده اختياري لك انت ممكن تخليها مخفية وممكن تخليها ظاهرة. خلصنا وهندخل على الدرج. هنبدأ ان احنا اول حاجة هنعملها هناخد المقاس بتاع الوش الداخلي للدرج، هنحط المجرتين بعد كده الجنبين، والوش هيتحط كده ويتعلم زي ما انت شايف. لازم يكون بالظبط، لا قليل ولا زيادة. لحد هنا احنا تمام قوي. بعد كده هنمسك جناب الادراج نخرم لها المسامير بتاعتها بونت 3 مللي ولا حاجه وبونت التخويط. جينا لاهم نقطه وهي تركيب السكه او المجرى. اول حاجه انت لازم تعرفها ان في كذا فتحه في المجرى، ولازم قبل اي حاجه تعرف هما ايه لازمتها. عندك فتحه رأسيه وفتحه افقيه. الفتحه الرأسيه علشان خاطر الدرج يطلع لفوق وينزل لتحت، والفتحه الافقيه عشان خاطر الدرج يطلع لقدام ويرجع لورا. طب تمام، احنا بنركب في الدرج الاساسي اللي هو الجنب بالفتحه الرأسيه عشان نقدر نتحكم في الدرج لفوق ولتحت، بحيث لو الوش فاتح من هنا او من هنا نقدر ان احنا نعالجه. وفي السكه اللي هتركب في العلبه بنركب في الفتحه الافقيه علشان خاطر لو حبينا ان احنا نرجع بالدرج لورا او لقدام يكون سهل علينا. يبقى احنا كده منظمين شغلنا. قبل ما نجمع الدرج لازم هنركب المجرى في الجنب الاول، ده طبعا علشان السهوله والسرعه. هتجيب الجنب وبعد كده هتقسم النص زي ما انت شايف كده. انا قاسم النص. طب ليه انا حطيت المجرى في النص وما حطيتهاش فوق او تحت؟ عامه هي مش هتفرق فوق من تحت، بس في النص هيكون افضل لك لتقسيم الدرج بعد كده. وسؤالك هياخدك للجزء اللي بعد ده، تركيب السكه في العلبه وتقسيمه الادراج. فخلينا نركب السكه الفتحه الرأسيه، اوعك تنسى، ولازم تكون متبعه من الوش، حاجه اكيده. طبعا لازم تتأكد وانت بتربط المجرى في اجناب الدرج قبل ما تتجمع من الجنب شمال وجنب يمين، علشان خاطر وانت بتجمع بعد كده ما تلاقيش السكك مش متظبطه ترجع تفك من تاني. طبعا يا معلم انا مش هقول لك بقى حط لنا لايك وحط لنا اشتراك، المفروض تعمل كده من نفسك علشان ما يفوتكش الفيديوهات الجديده. لو فاتتك بقى انت الخسران. هنجمع الادراج برضو عادي خالص، انا بجمعها مسامير الاوز بس.
كده يبقى احنا خلصنا الدرج بتاعنا تجميع وامورنا لوز اللو. ندخل على تقسيمة الادراج اللي الكل بيعاني منها، بس طبعا بعد الفيديو ده انت مستحيل تعاني منها، انت طبعا نجار. احنا طبعا واخدين المقاس على الوش الاساسي بتاعنا اللي هو 24 سم. احنا هنمسك الوش بتاعنا كده ونعلم على الثلاث اماكن بتوعنا زي ما انت شايف كده. ده بقى هيرجعنا احنا ليه ركبنا المجرى في النص. زي ما انت شايف انا جبت الدرج وحطيته قدامك علشان تكون الدنيا واضحه. دلوقتي احنا جبنا الوش، اول ما نقسم نصه هيكون سهل عليك ان انت تركب الدرج وفوقه زي تحتيه. متاكد وواثق 100% ان الدرج هيطلع مظبوط وتقسيمته هتطلع مظبوطه. تعال ننفذ ده سوا. اول حاجه هنقسم وشاش الادراج اللي احنا علمناها التلاته. هناخد لقطه على المتر من تحت بس او من فوق بس علشان خاطر تبقى معايا في الجنب التاني. هنشد الخطوط علشان نعرف نركب المجرى، علشان طبعا علمنا بيكون في نص الفتحات اللي موجودة. طبعا الثلاث علامات دول بتوع السكك اللي احنا هنركبها. هنبدأ ان احنا نركب السكة بتاعتنا في الفتحة الأفقية زي ما قلنا، ولازم هنتبع السكة من الوش. خلصنا تركيب السكك كلها، هنبدأ ان احنا نركب الادراج بتاعتنا ونجرب شغلنا كده. الله ينور، الدنيا تمام حتى الوش مظبوط. هندخل على اخر حاجه واللي هي تركيب الوش. اول حاجه في تثبيت الوش انا بثبته من جوه بمسامير الاوز، فهنخرم 6 مسامير للوش، وطبعا ده شغل HBL يعني ما ينفعش نستخدم فيه مسدس الهواء، فهنستخدم لزق دبل فيه. هناخد حتتين او 3 على مكان الوش، وعلشان اسيب خلوص وانا بحط الوش فوق هستخدم فضلتين شريط، وهنحط الوش ونضغط عليه لحد ما نتاكد انه مسك كويس، وبعد كده ناخد الدرج بره نربط له مساميره. نركب الدرج. الله ينور. طبعا في تنوير على الشمال هنرفعها بالطريقه اللي احنا اتكلمنا فيها اول مره. هنكمل باقي الوشاش بنفس الطريقه. مش هطول عليكم اكتر من كده علشان الفيديو طويل جدا، فلو عجبك الفيديو واستفدت منه بمعلومه ما تنساش تشترك معنا في القناه، تحط لنا لايك علشان ما يفوتكش الجديد دايما. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.